ليك قبل ما تبلش هذا الفيديو نصيحة شوفه لأنه دسم كتير كتير كتير. في شي غريب عم يصير بهالجيل. صرنا عم نشتغل أكتر من قبل، عم نتعلم أكتر، عم نحلم أكتر، بس في شي كمان تاني غريب عم يصير. ليش النجاح عم يبعد؟ ليش كل ما نحاول نوصل الواقع عم يسحبنا لورا، وصرنا نحس إن النجاح صار لعبة الكبار أو لأصحاب الحظ أو للناس يلي عندهم ظهر؟ بس خليني أسألك نفس السؤال اللي عم يدور ببالي، هل النجاح صار صعب هالأيام؟ ولا نحن يلي تغيرنا؟ ولا الواقع والعالم هنن يلي قلبوا الطاولة علينا؟ بهالفيديو رح نحاول نحكي كل شي، ورح نكتشف الأسباب خطوة بخطوة، ورح نحاول نفكر ونبحث سوا شو يلي تغير، نحن ولا العالم ولا المفاهيم كلها؟ ورح نجاوب على سؤال بسيط بس تقريبا مفوتنا كلنا بحالة اكتئاب: ليش النجاح صاير صعب هاليومين؟ خلينا نرجع 50 سنة لورا، بس 50 سنة، على زمان أبوك، زمان جدك، لما كانت الحياة أبسط والخيارات محدودة. كان فيك تخلص مدرسة، تشتغل بأي وظيفة حكومية أو أي مهنة أو حرفة وتعمر بيت بكل هالبساطة. كانت هي صح ما في شي بيجي بالسهل وتعب وكذا وهيك، بس ما كانت بهالصعوبة اللي نحن هلأ فيها. يلعن أو أي مهنة أو حرفة وتعمر بيت وتسكر هالباب على حالك وتعيش حياتك وتعمل عيلة. بس اليوم لازم تخلص جامعة، تدرس ماجستير، وتشتغل 4 وظائف، واحدة بالشرق وواحدة بالغرب، لتاخد خبرة وراتب منيح. ومع هيك ما في بيت ولا استقرار ولا حتى طمأنينة شو كانت اسمها؟ شلون تنقال بالعربي؟ طمأنينة ولا حتى طمأنينة ولا حتى شعور بالأمان. فجأة تجيك لحظة إدراك، صار عمرك بحيطان 30 وانت لسه ما عملت شي. بس هل هذا الفرق لأنه الحياة أول كانت أسهل، ولا كان تعريف النجاح مختلف عن وقتنا الحالي؟ لحتى نعرف هذا الشي لازم نفصفص شوي الوضع ونقارن كيف كانت الحياة أول كيف الحياة هلأ. النجاح أيام زمان كان إنه تشتغل بوظيفة ثابتة وراتبك مستقر وتعمل عيلة وأولاد وتستمر على هذا الشي. يعني ما كان في الواحد انه طموح كتير، يعني هيك ضارب ترند لحتى الواحد يعمله وكذا وهيك. اما اليوم النجاح صار انك تعمل براند شخصي، تعمل دخل سلبي، تصير مؤثر، تفتح مشروع، تصير فريلانسر، تحقق حلمك وحلم اهلك كمان، وتعيش حياة الرفاهية تبع الانستغرام، وتضيع بدوامة غير قدرة ربك ما بتحسن تحقق لك اياها. يعني بدال ما يكون عندك 3 اهداف صاروا 300 هدف. وهي هون بتبلش المشكلة اصلا. من اخطر الامراض اللي انتشرت بهذا الجيل المقارنة المستمرة. يعني اليوم ما عاد فينا نعيش يومنا وننبسط أو نستمتع باللحظة اللي نحن فيها. يعني ما عم تحسن تحس باللحظة أو السلام النفسي تبع الحياة لما كنت صغير، لما تطلع على الطبيعة وتسمع صوت النهر وزقزقة العصافير. عن جد شيلك عن كتاب القراءة، تسمع زقزقة العصافير تحس هيك بسلام وكذا ووئام. ما عاد في هذا الشيء. عم تمشي بالشارع عم تفكر ب100 شغلة، وإذا ما كنت عم تفكر بتكون فاتح تليفونك عم تتفرج على التواصل الاجتماعي. يعني عم نوصل للحظة انه نحن ما تحفظنا الشوارع، يعني عم تمشي بالشارع ووشك بالتليفون. فما تحسينا ببريق الحياة اللي كنا نحس فيه من زمان. فحياتنا كلها صايرة الكترونية، هاي اول شيء. فهذا الشيء بيأثر عليك، بيأثر على نفسيتك، بيأثر على كل. انا مالي طالع اعمل لك هلا درس تنمية بشرية، بس عم بحكي لك الواقع مش عم ما تضلك واقع. كل هالشيء بيأثر عليك وبيسبب لك اكتئاب، لانك انت ما عم تشوف حياتك، عم تشوف حياة غيرك. لازم نشوف شو عمل فلان ووين راح علتان وشو اشترت بنت الجيران، ونقارن ونكتئب ونقول ليش أنا مالي هيك. تفتح انستغرام بتلاقي شباب بعمرك راكبين لامبورغيني أو عم يتصوروا بجزر المالديف أو بأي مدينة أوروبية أنت بتحلم تطلع عليها، وأنت قاعد بغرفتك عطال بطال وقاعد هيك عم تتصفن بالحيطان وتفكر بسبب وجودك بالحياة، وتحاول تلاقي شغل أو تكمل دراستك أو تدرس وتشتغل سوا هيك بقلب بعض، وما بتلاقي وقت لتنام. وهون بهي اللحظة بتبلش تفكر، بتبلش تحس حالك إنك متأخر عن العالم، تحس حالك أكتر عالم متخلف على الكوكب. بعد صفنة طويلة تسأل حالك سؤال: أنا شو عم بعمل بحياتي؟ أنا شو عم ساوي للمستقبل؟ أنا شو عم أسس؟ شو عم أقدم؟ شو عم أنجز؟ ليش ما عم بقدر حتى أني أمشي خطوة واحدة باتجاه أحلامي؟ كل ما أجي دق باب بلاقي 1000 واحد سابقني عليه، وكل ما تجيني فكرة وابتكر شغلة بلاقي مليار واحد عاملها قبلي. بس لحظة، هدي خليني أقول لك الحقيقة يلي ما حدا بيقول لك اياها. اغلب الناس اللي بتشوفهم بيكونوا عم يكذبوا. عم يكذبوا. وسؤال مجرب، ولا تسأل حكيم. وسؤال مجرب لاني انا شفت بعيني، يعني انا مقلع اسناني بهيك عالم. عن جد عم يكذبوا. كمان في كتير ناس حكوا عن هالموضوع، فلهيك هالموضوع مستهلك ما رح احكي فيه كتير. يعني ممكن تشوف واحد متصور بأفخم سيارة بالعالم جربان عليه الحلال، اذا بتشوف
بيكون مستعيرة من رفيقه عادي يعني. وفي ناس بيستأجروا بيوت فخمة أو فيلل فخمة بس لحتى يتصوروا فيها وينزلوها على الانستغرام. يعني الناس، في كتير ناس مكشوفة وأساليبهم مكشوفة. ما بظن بهالوقت في عالم ما عرفت هذا الشيء، بس هذا الشيء موجود. بس ما فينا نخفي إنه في كتير 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 ناس من هذا الجيل مخدوعين ايه. وحتى نحن احيانا بنتأثر في ناس هيك عن جد عندها كل شيء وكذا وهيك، ونحن بنتأثر فيها. يعني نحن وصلنا لدرجة انه نحن مو بس عم نقارن حالنا بناس تانية، نحن عم نقارن حالنا بنجاح وهمي. خلينا نرجع الشريط شوي لورا، شوي لورا، يعني لقبل الانترنت، قبل الانستغرام، قبل ما يكون العالم هيك قرية صغيرة. وقت كان الجار يعرف جاره، وكان الشغل معروف من جيل لجيل. يعني هيك سلم تستلم، لصق لصق. يعني مثلا بيجي واحد بيفتح محل حلويات، بعيش دورة حياته البيولوجية، بيجيب ولد، بيكبر هالولد شوي، بفوت على المدرسة، بيكبر هالولد شوي، بيجيبوا أبوه، بيعلموا المصلحة، بيتكل وبيسلم ابنه المحل، بيرته يعني. خلاص ابنه بيجي بيستلم المحل، بيتجوز بعيش حياته البيولوجية، بيجيب ولد تاني، وهكذا. يعني نسخ لصق، سلم تستلم. ما في يعني مجال تاني إلا إذا طلع واحد بلوت العيلة هيك حالة شاذة، الله حياك، وهكذا. وكانت الحياة أبطأ وأبسط وفيها استقرار. في كتير اليوم ناس بيقولوا إنه أيام زمان كانت أسهل، كان في فرصة، كان في كرامة، كان في نجاح حقيقي. بس خليني أسألك، هل كان النجاح فعلا سهل؟ ولا كان تعريف النجاح أبسط؟ ولا لما دخل مفهوم الشركات وطقم وجرافة ومكتب وهالحكي الفاضي غير مفهوم الجيل للحياة؟ وهذا الفرق الجوهري. من زمان ما كان النجاح بيتطلب انك تكون عبقري ولا مشهور ولا مليونير. كان بمجرد انك تخلص بكالوريا فيك تدخل جامعة اذا قدرت، وتشتغل باي شغلة محترمة، معلم، موظف بنك، محاسب، مهندس، وتعيش حياتك كرامة. يعني النجاح بوقتها كان ثابت: دراسة، وظيفة، عيلة، تقاعد بس. وخليني اقول لك انه هذا الطريق التقليدي اليوم ما عاد يشتغل. اليوم حتى لو معك شهادة يمكن تضل عاطل عن العمل وقاعد بالبيت، وحتى لو اشتغل الراتب ما بيكفي ايجار غرفة، وحتى لو كنت الاول على دفعتها ممكن تشتغل تحت ايدين ناس ما خلصوا مدرسة. فشو يلي تغير؟ الزمن ولا النظام ولا نحن؟ اليوم النجاح صار متاهة، وكل شوي بيطلع ترند جديد: افتح بزنس، لا ليش ما اشتغل فريلانسر، لا شيلك من الحكي الفاضي، شو فريلانسر، كون مؤثر. لك لا يا زلمة، شو مؤثر؟ فوت بالتداول. لا شو بدك بالتداول؟ اشتغل بالعقارات. لا ليك اذا بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. هلا ليك شو رايك تفوت بالدروب شيبينج؟ والله ليك اذا بتفوت بمشروع الميتافيرس تكبر الفقر. لك لا يا زلمة، شو بكون انت وياه من هالحكي الفاضي كله؟ اشتري كورس ب$1000 من الصفر لل100 بتصير مليونير. وكل يوم خيار جديد، كل يوم شغلة جديدة، وكل يوم تتوجه الأنظار على ترند جديد، وكل خيار فيه 1000 فخ و1000 وهم و1000 فشل مستني، ومليون سمسار بده يحقق أحلامه على حساب أحلامه. بينما من زمان ما كان فيها الخيارات أصلا. أما هلأ فيك تتعلم أكثر من أي وقت مضى، بس بتنخدع أكثر من أي وقت. فيك تجرب أكثر من أي وقت بس بتضيع أكثر من أي وقت. فيك تحلم أكثر من أي وقت بس بتنكسر أسرع من أي وقت. خليني أعطيك مثال: جدك أو أبوه كان يشتري بيت وهو عمره 25 سنة. متخيل؟ اليوم إذا عندك بيت يا بتكون ورتان يا أما الله من سابع سما بيكون رضيان عليه. يعني تخيل إذا ما كنت محظوظ وورتان بيت رح تتبهدل بهدلة الكلاب بالإيجارات، وهذا غير كل 6 شهور نقلة ومرمطة وأكل هوا، وما في استقرار أبدا. وإنك تشتري بيت هذا أصعب من 17,000 حلم اللي حلمك توصل له أو تحققه ببساطة يعني. وهي النقطة لحالها، شغلة أسعار البيوت والعقارات وهيك، هي لحالها بدها حلقة لحالها. بس تعال هون، تعال. أنا مالي جاي لا أعمل لك اكتئاب، ولا جاي أكئبك، ولا جاي أحطك، ولا جاي كسر مقاديفك. نحن جايين هيك نفرط المشاكل ونحلها سوا مع بعض، ونفكر إنه ليش، شو الأسباب لهالشي اللي عم يصير، وشو الحل. نحن جايين ندور على حل. هل هذا الشي صح إنه الحياة وقوانينها وكل شي فيها هي اللي صارت صعبة وكل شي تغير عن الأول؟ ولا نحن جيل حظه؟ مو بالضرورة، لأنه نحن هذا الجيل كمان يلي عنده أدوات أكتر، يعني أكتر معرفة، أكتر انفتاح، أكتر مرونة، بس كمان بنفس الوقت أكتر تشتت، أكتر ضغط، أكتر مقارنة، والشيء الأهم إنه أكتر عزلة. وبالتالي النجاح صار بيشبه الطلقة، يا أما بتصيبها بدقة أو بتضيع وبتنجرح منها.